السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طيبين يا اخوان؟ ايش اخباركم؟ ورب الكعبة لكم وحشة. جلسة الست اب هنا لها وحشة. من زمان ما صورنا مقاطع طبعا واحنا جالسين هنا كرسي جديد وانت عن التطورات. يا جماعة الخير، قبل ما نبدأ مقطعنا واقول لكم ايش الفكرة، انا ابث كل يوم على الكيك، بحط حسابي تحت، حياكم الله تنوروني كلكم زي ما انتم عارفين. يعني احنا كذا الفتره الاخيره قريبين من بعض، قررت ايش اقول لكم اكتبوا لي اسئله. يعني تعالوا اكتبوا لي اسئله، وفي كذا واحد كتب سؤال غبي حذفت سؤالك الغبي. فلا تيجي تكتب اسئله لا انا افهمها ولا انت تفهمها، بس كذا يلا بشارك اكتب سؤال. يا جماعه الخير اوريكم اول سؤال. اول سؤال، اغرب حلم حلمته يا جماعه الخير، انا كنت راكب دباب. يعني ايش اقول لك؟ يعني تبغاني افضح في نفسي؟ والدباب هذا دباب احلامي، حلوين، وكنت مره مسرع في الدباب هذا، مره مسرع. فجاه بوف رسبنت في الغرفه، فانا صاحي ادور مفتاح الدباب، ادور مفتاح، صحيت زعلان. انا مشتري دباب وداعس فيه دحين خط سريع، فجاه دحين مفتاح ما في، انا صاحي اختفى الدباب. انا كنت احلم اني راكب دباب، صحيت ما في دباب، ادور في الحوش ما في دباب. هذا اغرب حلم والله يسد نفسك على السؤال ذا. اللي بعده من اريج فانز نواف. ها فانزات ولا انا فان ذاك يا نواف؟ انا متابعتك يا نواف وقاعد اتفاعل في قناه واحد اسمه عبد المحسن ابو وافي. تحياتي واشواقي لك يا نواف. هذه بدايه ايش؟ سرقه متابعينك. قاعد اسرقهم واحد واحد. سؤالها كان كالتالي، تعرف نواف؟ لا. مين نواف؟ اخو بندر. والله شكله اخو بندر. اذا كان اخو بندر فانا اتابعه ترى في اليوتيوب، يعني بس يوتيوب، ما اعرفه ولا شيء، يوتيوب. السؤال اللي بعده من ابراهيم، ايش مجهز لنا برمضان؟ ابراهيم مالك شغل، ايش مجهز برمضان؟ يا ليل، ابراهيم هذا نشبه الا بيعرف ايش انا مجهز في رمضان. تبغاني افضفض لك؟ يلا بسم الله، 1 2 3 فضفضاء. ابراهيم انا تعرف صانع محتوى لحالي، اصور لحالي، كل شيء لحالي، فلا تتوقع اني ايش اصور لك فيلم زي شاروخان في رمضان. بيكون محتوى رمضان كوميدي، بعض الأحيان بيكون ديني، بعض الأحيان بيكون قصص، بعض الأحيان ما أدري إيش بيكون. يعني أنا الآن ماني مخطط إيش بيكون 200%، بس أفكار عندي بسيطة وبطبقها لكم في رمضان بإذن الله. السؤال اللي بعده من إيش تي أنتوا ليش يا أخي؟ اكتب اسمك، حط اسم. أنا اسمي ورب الكعبة اسمي عبد المحسن، حط اسمك. أنا اسمي فهد، حط اسمك. أنا اسمي ليان، حط اسمك يا ليان. إكس كذا إكس. إيش أناديك يا إكس؟ يلا يا الرجل الخفي اكس. من اي قبيله انت؟ انا من قبيله شمنده. انا شمنده. ايش على كيفك، ما في قبيله اسمها شمنده. شمنده من فين جبتها شمنده؟ هذه بس جوا في راسي عشان اشبع فضولكم اكثر. انا جيزاني. نعم انا جيزاني. ايش بك فتحت عيونك كذا؟ وربي افقع لك، انا جيزاني ايوه، بس اني عشت في المدينه المنوره 26 سنه، يعني حياتي كلها في المدينه، فبدأت اخذ على لهجه اهل المدينه. بما انه اهل المدينه اهل الغربيه، فاهل الغربيه لهجتهم، اهل جده اهل مكه لهجتهم قريبه من بعض، كلهم يعني واحد. السؤال اللي بعده من ايش يا اخي؟ اكتبوا، حطوا اساميكم، اكتبوا اساميكم. ليش ما تكتبوا؟ انا ليش ما تكتبوا اساميكم؟ هل هي صعبه؟ اسمي ماي نيم از اسمك، عشان أنا صانع المحتوى يقدر يتواصل معك. كيف اتواصل؟ طب تخيل انا مسوي جائزه على بلاي ستيشن 7، انت فزت، يلا معنا بلاي ستيشن 7، ايش اروح اشحنه والله اسم سمسم، مدري سمسم، يلا سمسم. سؤالك التالي او سؤاله كالتالي، اذا عرضوا عليك تدخل باور بتدخله؟ ايوه ابى اخش مع الباب، ابى اخش لهم كذا مع الباب سيده، السلام عليكم، اتعرف عليهم كلهم. اي فريق راح يجي انا راح اخش، حتى لو كان ان شاء الله فريق ما حد يعرفه. اول حاجه معرفه الرجال كنز. ايش فيهم باور؟ ما فيهم حاجه. ايش فيهم فالكون؟ ما فيهم حاجه. ايش فيهم تيو؟ ما فيهم حاجه. ايش في الكلان جداوي حق يوبي مدري يوربي؟ ما فيهم شيء. كلهم والنعم. معرفة الرجال هذه كنز. الشيء الثاني، لي شرف كبير اني اخش معاهم واتعرف عليهم ونصنع محتوى مع كل الفرق. ايش ما كان، يعني مستعد اخش 5 فرق. يعني يوم الاحد اكون مع فالكو، يوم الاثنين اكون مع باور، يوم الثلاث اكون مع تيو، يوم الاربعاء لا الجداوي بخليه يوم الخميس. ليش؟ عشان نروح السينما، فريق الجداوي نفل نروح الكورنيش ونروح السينما. يوم الربوع ما يوم الربوع اروح معاكم، بس يوم الخميس مع الجداوي. خلاص الجداوي انتم محجوزين يوم الخميس. السؤال اللي بعده من موعظة المؤمنين، لما تقرأ اسمه تحس انه هو بيسألك سؤال ديني. وش افضل لهجة سعودية تحبها؟ انا الحساوي والقصيمي. هو يحب الحساوي والقصيمي. انا صراحة احب كل اللهجات. تبغى قصيمي؟ ها نتكلم بسليمان. ها بسليمان مرا ابو بسليمان ها اوكي. اخوانا في القصيم لا تزعلون، والله انكم احبابنا وغاليين علينا، واخوانا برضو اللي في الحسا. وش تبي؟ ها
انت كلمنا. لا هم ما يتكلمون كذا هالحسا، ما اعرف اقلدهم برضو، احبابنا واخوانا، واي قبيله كانت على وجه الارض حتى لو كانت حبشي، كلكم على الراس هنا، كلكم هنا على الراس، لكم مكانتكم ولكم احترامكم وتقدير. السؤال اللي بعده من واحد نفسه هو اللي سالني اول واحد، يرجع يسالني هنا مره ثانيه. شوف حيوان انت، حيوان انت انت ايش انت؟ لو بتاكل اكله واحده طول حياتك، ايش الاكله؟ مالك شغل. عشان سالتني مرتين مالك شغل، ليش تسال مرتين؟ ليش ما حطيتها سؤال واحد كذا مع بعض؟ تشوف فعاليات ها تعجبني، بس ما راح اعلمك ايش اكل. السؤال اللي بعده من شيمو. شيمو. دقيقة، أنا دائما أبيت على الكيك في واحدة اسمها شموخ، تجي تتفاعل شوية وتطلع، فهي شكلها ذي شموخ. خلنا أشوف إيش كاتبة، بس والله أنا شموخ كاتبة آخر شيء، اعترفت على نفسها. طيب نخش على أسئلتك يا شموخ، ومعليش على الإطالة. إيش أهدافك باليوتيوب؟ ما أدري، ما أدري فين بنوصل، لكن إحنا مستمرين وداعسين، وبإذن الله نحقق أهدافنا وأحلامنا. ما في شيء يجي بسرعة، كل شيء يجي حبة حبة مع الوقت. قد فكرت تعتزل؟ نعم، أمس جيت أعتزل، لانه في واحد مسوي انه ظريف وطفل راسه كبير جاي يكتب كومنت يغلط علي، يغلط على المتابعين، كلامه صح كدر في خاطري، لكن تخسى انت يا ورع تحس بنفسه صغير. انا والله صغير، اجي اكتب كومنت واجي اسب حقون اليوتيوب، اسبسبهم، هذه هي اروح لاي واحد تعبان في مقاطع اسب. انت غبي يا ورع، تحمل مسؤوليه كلامك. الغلط مو عليك، الغلط على اللي اعطاك الجوال، وانت لسانك زي الزنوبه وانت صغير. احنا فين نوديك؟ كيف نتصرف معاك؟ ايش نسوي فيك احنا اذا تكلمنا؟ نزلت انا في التويتر قاعد تبكي، ايش نسوي فيك احنا؟ والسؤال اللي بعده من نفسها شموخ، ايش شعورك يوم قالوا لك قناتك هذه ما فيها دعم؟ مره حزين، زعلان، عندي اضطراب. حسيت اني كل تعبي راح هباء منثورا، حسيت انه خسرت جمهوري. بكره لو انا بروح اصور فيديو مع احد اعرفه، اقول له والله انا توي بادي في اليوتيوب، وانا كذاب، عندي قناه مقفلها فيها 10,000 عشان كانت ما تطلع اكسبلور. المشكله ما هي هنا، المشكله يا اخوان لازم اكون صادق معاكم. من لا يصدق ما ادري، بس لازم اكون صادق معاكم يا اخوان. القناه هذه انا قفلتها بسبب ورعان عندي في الكومنت يروح يكتبوا قناتك هذه والله فيها مشكله ما تطلع اكسبلور، قناتك هذه فيها. القناه ما فيها اي مشكله، القناه ما فيها اي مشكله، المشكله فيك لا تخش تضغط لايك وتطلع، بس لا تسوي لايك وتطلع. سويت لك شيء انا؟ لا تتابعني يا اخي، ما تبغى لا تتابعني، انقلع روح شوف لك اي حل. القناه ما فيها اي مشكله، المشكله الوحيده اللي كانت انا شايفها ان في بث مخليه غير مدرج، البث هذاك لازم احذفه، وحذفته وامور القناه رجعت طبيعيه وامورها زانت الحمد لله. السؤال اللي بعده من نفس الشموخ، مستقبلا ايش بتسمي اولادك؟ اسميه واحد ابو وافي والثاني وافي. لا ما تجي، واحد وافي والثاني يوفي، يعني عشان ايش؟ لما يجوا جنب بعض يصير وافي يوفي، فيخافوا منهم الناس. لا خلاص ما عاد نجاب. اللي بعده، السؤال اللي بعده من رناد، ايش اكثر فيديو تعبت عليه بالقناه؟ وايش هدفك الرئيسي من انشاء هذا المحتوى؟ شكرا اول شيء رناد على دعمك الكبير، سواء في البثوث سواء في القناه. زينب، ابراهيم، او في اشخاص بس يوزراتهم ماني قادر اقراها كذا، شخمطه خبصه، اليوزر ما تقدر تقراها، عشان كذا اقول لكم حطوا اساميكم عشان انا اعرفكم. ما تجننوني. انا افاك يوتيوب عشان نتعرف ونبني علاقه عمل، ايش يسموها، ايوه علاقه صناعه محتوى، تصيروا انتم جمهوري وانا صانع محتوى اقدم لكم. ما ادري كيف الرساله توصل. سؤالك حلو يا رناد، ايش اكثر فيديو تعبت عليه بالقناه؟ اللي هو لعبه النجاه كان فكرتها غريبه شويه، ما قد شفتها انطرحت في اليوتيوب. الفكره مره متعبه، هلكتني صح، من كتابه من اعداد من تصوير من كل شيء. بس عادي اخذته ونزلته في قناه ثانيه، ما خليته في القناه دي. وايش الهدف الرئيسي من انشاء هذا المحتوى؟ مالك شغل. هذا مو سؤال، هذا تحشيك، هذا تحشيك الراد. لا تحشكوني، لا تحشكوني، خلونا نقدم محتوى احنا مبسوطين، لا تحشكوني واحشككم. انا مريت بتجربه في عام 2014 و13 و15، هذه التجربه ما راح انساها، وباذن الله راح انقل لكم هذه التجربه على شكل رساله. الرساله هذه بتوصلك بشكل مؤثر، يعني تاثر فيه، تصير انت متاثر من جوا، تقول والله عبد المحسن فعلا هو كذا وكذا وكذا، وانت تحزن بعدين تقول والله انا ليش كذا، وتبدا تطور من نفسك وتبدا تنتبه لحياتك وتنتبه لامورك. فايش هذا الهدف الرئيسي من انشاء هذا المحتوى. ورسالتي دائما الاولى والاخيره، الاصرار عدو الفشل، واحس ولا شيء مربوط ببعض في السالفه دي. اللي بعده السؤال اللي بعده من زينب هذه كل يوم في البث يسموها زنوبه، نادوها زنوبه زينب. ليش تغلطون عليها؟ هذه زينب مسكينه، متفاعله في اليوتيوب، متفاعله في البثوث، متفاعله في كل شيء متفاعل. الله يعطيك العافيه يا زينب على دعمك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ايش اهدافك بعد ما تدخل 10,000 مشترك؟ برضو ما ادري، ما ادري ايش اهدافي. انا هدفي مليون، عندي رحله 10,000 50 100 بعدين 500,000 بعدين مليون، هذه الخطه اللي انا ماشي عليها. ايش تشوف نفسك في المستقبل؟ مؤثر. انا عندي رساله راح نقولها باذن الواحد الاحد، مؤثر. تبغى بكيفك، انا راح اصير مؤثر. هل توقعت يوم من الايام بتكون صانع محتوى في اليوتيوب؟ كنت احاول
وما زلت احاول. انا لسه تعرفوني انتم، بس انا صانع محتوى، انتم تعرفوني بس كم عددكم قليل، عددكم يمكن على قد الاصابع، نفوق بث في الصاله. ولو ما كنت يوتيوبر ايش بتكون؟ والله ما ادري، والله ما ادري، اقسم بالله ما ادري. انا متوظف وصانع محتوى، اقسم بالله تضارب كذا عقلي يحاول يفصل بين الوظيفه وصناعه خلاص. انا بكره بفك هنا مقطع يوتيوب، انا مجنون، اقول انا مجنون انا مجنون انا مجنون 100 مره، انا مجنون انا مجنون انا مجنون انا مجنون، واخش موسوعه جينكس وننطلق من تكسير ارقام قياسيه. السؤال اللي بعده من محاري، محاري، السؤال اللي بعده من محاري، اقسم بالله الاسم مره صعب، مره صعب. محاري سؤالك التالي: ايش شعورك وانت تشوف كثير من الناس حوالينك يحبونك بتدخل 10,000؟ هذا شيء مره يبسطني، وحاجه فعلا انا احس اني قاعد اقدم سعاده للناس. في ناس قاعده تنبسط لما تشوف مقاطعي، في ناس فرحانه، في ناس وقت الضيق تخش، وقت حتى بتاكل هي جيعانه تخش يلا ابو وافي تتفرج مقاطع عبد المحي، يقعد يتفرج. ومين وقف معاك لحد الان في لحظتكم مسيرتك؟ طبعا ام وافي، ام وافي اللي متحملتني في كل عمرك شفت واحد متزوج صانع محتوى؟ قليل قليل، لا لانه الحريم مجانين، حريم مجانين. ام وافي ما هي من الحريم المجانين، كل يوم تقول لي قوم صور يا كلب، تشوفني طفشان قوم صور، تشوفني حزين قوم صور، تشوفني جعان تقول لي قوم صور، تشوفني كذا بدون سبب قوم صور، ما في مقطع قوم صور، افتح الكاميرا واقف قدامها. ايش تشوف نفسك بعد 10 سنين؟ بعد 10 سنين اشوف نفسي جراندايزر. ايش درى امي انا؟ ايش دراني؟ لا تسالوني اسئله كاني داخل مقابله وظيفيه. ايش كم تدوني راتب؟ كم تصرفوا لي راتب؟ ابغى 10,000 في الشهر تعطوني؟ ما انتم معطيني صح؟ خلاص لا تسالوني الاسئله ذي. من الامارات استمر اتابعك من 2000. شكرا، يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه على الاسئله هذه. في بعض الاسئله غبيه مره في عشان هذا قاعد يكسر المياه دحين بيني وبينكم، انتوا لا تشخصوا عاد. في بعض الاسئله مره غبيه وفي بعض الاسئله حلوه. باذن الله على موضوع رمضان اللي اسالني يا ابراهيم، باذن الله رمضان راح نقدم حاجه مره حلوه وحاجه مي حلوه، يعني مقطع كذا ومقطع كذا، يعني احنا بنحاول نقدم كل ما اوتيت من قوه بطلعها. هذه قوتي كذا بطلعها واعطيكم. تفضلوا هنا في اليوتيوب، ورابط حسابي اللي ابث فيه كل يوم في الكيك موجود تحت. حياكم الله، تنوروني. واللي ما يجي ترى كلب، ترى كلب، لازم تجي، لازم تجي. كذا وصلنا لنهايه الحلقه، واذا ما كنت مشترك لا اشترك وفعل زر التنبيهات. يلا سلام عليكم.